ناس كتيرة بعتت لي قالت لي يا ديد احنا مشكلتنا دايما في الزون الأخيرة، في الزون الرابعة والخامسة دايما بنموت، وكمان بالتحديد لو الزون دي اوبن. طب نعمل ايه يا ديد؟ تعالى اوريك الهاك الحلال اللي هيدخلك الزون حتى لو كانت اوبن. ولو كنت أول مرة تشوف الفيديو ده وتشوف الطريقة دي، أتمنى تعمل منشن لكل الناس اللي أنت تعرفها واللي بتلعب معاها والتيم بتاعك كمان، عشان يستفادوا دايما بالفيديوهات اللي أنا بنزلها. تعالوا نتفرج على الفيديو ده مع بعض. الفيديو ده كنت أنا بلعبه من يومين، كان في فاينل بطولة بحار، وكنت انا في اواخر الزون برضو، وكنت جاي من اول زون كان معايا فايتات كتير واتاخرت. تعالوا اوريكم بقى هنعمل ايه والهاك الحلال اللي احنا هنعمله. مبدئيا كده اللي انا استخدمتها دي في الشنطه عندي، دي رادار العربيات. دي بتستخدمها بيجيب لك مكان العربيات فين اللي في الخريطه، زي ما انتم شايفين كده. في الزون الاخيره اللي بالذات لو كانت اوبن هتساعدك اماكن الناس فين. انت هتعرف اماكن الناس فين، اديك شفت العربيات فين، عرفت ان في ناس في البيوت، عرفت ان في ناس في البيت اللي على الشمال، عرفت ان في ناس، بس السنتر فاضي عشان اوبن. طبيعي ان لو حد دخل في السنتر بالذات لو اوبن زي كده هياخد عربيه عشان ياخدها كفر ليه. انت عندك معلومات دلوقتي الزون هتدخلها ازاي. مجرد ان انت عرفت المعلومات دي مش محتاج تعرف حاجه تانية، الباقي كله مجهود شخصي، مجهود الاي جي ال، تفكيرك. انت اللي لازم دلوقتي تدخل التيم بتاعك، الجيم بتاعك، انطلق. وهنا قررنا ان احنا نتحرك، وقلت لهم يلا بينا نتحرك. بس صوتي ما كانش طالع في الفيديو، كان المايك عندي فيه مشكله. اتقدمت طبعا بعيد عن البيت اللي على اليمين، بعد كده كسرت يمين تاني شويه في اللو عشان ما اضربش من اليمين ولا الشمال. حاولت اسكوت كده الاماكن واشوف الدنيا واشوف الكشك هنا وكده، عشان الكشك ده كان الرادار بتاعي ما جابهوش، الرادار بتاع العربيات. وقفت في المكان ده، المكان ده كويس جدا قوي. خليت زميلي في التيم يجي. بعد ما وقفنا هنا شويه قعدنا نحاول نفايت شويه ونحاول نهولد. طبعا الزون هنا قفلت، وكان لازم احدد الزون الجاي هعمل ايه. بصوا كده، لو انا لاحظت فتحت سكوب وعملت مارك، بص في الخريطه كده فوق المارك هيجيب لك ان دي زون ولا لا. فانا كده عرفت ان الزون الجايه هعمل ايه بالظبط، هروح فين. خلاص طول ما انا حطيت مارك خلاص هكمل الفايت بتاعي وهتحرك مع عدد الثواني اللي انا حاططها في دماغي بالتوقيت. هنا قررنا ان احنا نتحرك على الزون، ان احنا كده كده الفايت خسران، ان هم اوت زون. لو وقفت هنا عشان امسك مكان للزون لزميلي عشان يجي، بحاول ان انا افضي له مكان عشان اريح عشان يقدر يساعدني. بحاول افك ضغط التيم، برمي سموكات في ظهري، ان اهم حاجه عندي ظهري، ان هو ده كله جاي عليا دلوقتي. رميت السموكات بعيد عن العربيه، ان هو طبيعي اي حد هيجي هيحتاج ان هو يدوس بالعربيه على اي حد في السموك. لو لاحظت السكواد جه كانش شايف، ما عندوش رؤيه طبعا السموك، اتشالوا على طول. جي جي. بص الزون كمان، الزون راحت بعيده برضو. حاولت اكمل فايت وناخد كلات، بس لقيت دمج العربية عندي كان صعب قوي. كان في نكاية هنا حاولت اسرقها، طبعا سرقت النكاية هنا، وكان لازم امسك الصخرة مكان الشخص اللي انا جبته، بس كان قدامنا دول. خدت المكان هنا. طبعا ديكوا شايفين الدمج بتاع العربية كان صعب قوي، وانا كنت مزنوق قوي. الزنقة اللي انا كنت مزنوق حاولت ان انا هولد كتير، حوالي دقيقة مثلا. حاولت ان انا هولد كتير وانا مزنوق، ان انا في حد عندي في اللو وفي واحد على يميني اللي يضربني دلوقتي. زي ما انتوا شايفين دمجني دلوقتي، بس حاولت ان انا هيلت، حاولت اهولد شوية، حاولت اهولد كتير، بس في الاخر هتشوفوا دلوقتي اللي هيحصل. كان لازم زميلي اللي فوق اللي على اليمين ينوك اللي على اليمين، او ينوك حد من الاتنين، ان هو كان السبورت بتاعي وانا كنت مزنوق قوي. يعني كان لازم اللي على اليمين هو اللي مفتاح الفايت ده. عشان نكسب الفايت ده كان لازم بيتا، كان بيتا اللي معايا رقم 4 كان لازم هو اللي ينوك حد من الدول اللي قدامي عشان ناخد الفايت. بس للاسف يعني ما توفقناش في الفايت ده، عملنا اللي علينا. خدت سموكات ورميتها عشان خاطر دخول الزون. اهم حاجه يا جماعه الهدوء. لو لاحظت ان السكواد اللي معايا هادي جدا، مفيش غير واحد بس بيتكلم معانا في الفويس، بيدينا زي شويه تحركات كده عاديه. طبعا مش اي حد اللي بيتكلم، الشخص ده لازم يكون هادي ويديك تفكيرك براحتك. طبعا هنا اتنوكت من على اليمين، كان شمال السموك خالص، كان صعب جدا ان انا اعمل حتى ردة فعل عليه، كان لازم يتحرك من مكان على الاقل وتجيبه. كان جي جي خدنا مركز ثاني ب 10 كيل. طبعا كان كروم واحده جميله جدا، مفيش مشكله. الهدف الأول والأخير إن أنت تكون اتعلمت إزاي تخش الزون. أتمنى لو استفدتوا من الفيديو ده ما تنساش الاشتراك في القناة وتعمل لايك كده، عشان والله الفيديوهات اللي أنا بعملها دي يا جدعان واخدة مجهود مني. وبشكر كل الكومنتات الجميلة اللي بتتكتب والناس اللي بتكلمني برايفت، والله العظيم يعني مش عارف أقول لكم إيه. تسلموا لي، ربنا يخليكم لي يا إخواتي. هسيب لكم كل الروابط في الديسكريبشن، هسيب لكم كمان روابط تسجيل السكريمات لو حد فيكم حابب ان هو يسجل اي سكريم ينورنا، ولو حد حابب يقدم على الكلام كمان اللينكات كلها موجودة. السلام عليكم.